شويه تتبيله هتدعولي عليها. ونقلب الفخد على الناحية التانية ونغرقه بالتتبيلة بتاعتنا. لازم التتبيلة دي كلها تغوص في الفخد زي ما انتوا شايفين، ولازم يتقفل قفلة كويسة ويدخل الفرن لمدة 3 ساعات على درجة حرارة 200، ده لو هو ني. بس احنا احتاجنا ساعتين بس لان هو مستوي نص سلقة، لان احنا الموضوع معانا مختلف، احنا عاملين الفخد وهو مستوي نص سلقة زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، التتبيلة دي خطيرة جدا لخروف كامل، بس طبعا ناقصها الكركم والزعفران، ودول انا مش محتاجهم في الوصفة دي. نفس التتبيلة دي ممكن تنفع للحمة بالعظم وتتقفل كويس وتدخل جوه الفرن لمدة 3 ساعات، هتبقى زي العسل زي ما انتوا شايفين. بس لو عايزه نصيحه اختي، ادي اللحمه ربع سلقه في ميه من غير ما تحطي بهارات عشان تعرفي تعمليها بنفس الطريقه. منها هتضمني ان اللحمه تستوي معاكي بسرعه، ومنها هتضمني ان اللحمه ما يكونش فيها زفاره. يلا اختي صلي على النبي في الكومنتات ودوسوا لايك اختي.